واخيرا خديت العجانه، ميني عجانه اللي كنحتاجها بزاف بزاف في المطبخ، وكتحتاجها اي سيده. اخيرا خديتها، قولوا لي مبروك. شوفوا هنايا غادي نشارك معكم ان شاء الله جميع الخطوات، اولا غنشارك معكم. المهم اول مره نصاوب فيديو هكا، والا عجبكم خليو لي في الكومونتير واش نبقى نشارك معكم اي حاجه هكا شريتها، ندير معكم ميني فلوغ ولا ما عرفتش كيسميوها، انبوكسين. مهم هنايا خديت عجانه، غادي نوريكم جميع الخطوات، ونوريكم كيفاش تركبوها وشنو فيها، واش مزيانه واش ما مزياناش. غنشارك معكم كل شيء بدون اشهار، ما كنديرش اشهار للشركه. انا بغيت نوريكم العجانه اللي خديت. شوفوا هنايا راه تقدروا ديروا فيها يعني الهاشوار ديالكم تقدروا ديروه هنا، تقدروا ديروا ديال الكفته. المهم هاد الدفيتر راه فيه كيشرح الامور كما هي، ولكن هاد العجانه راه ما كتمشيش يعني يعني بالهاشوار ديالها وبالطحانه ديال الكفته، لا، هذا غير عجانه بوحدها. الا بغيتي باك راه كتاخديه كامل من عند هاد الشركه هذه. المهم هنايا كنوريكم كيفاش غادي نخدموها باش يترفع لينا هذاك. كاين واحد البوطون اللور غادي تبركي عليه وكيتهز، حاولوا تبقاو تبركوا شويه وعاونوها بيديكم هكا باش كتبقى عندكم العجانه يعني مده طويله من الاحسن، وحطوها عاوتاني بشويه. المهم حافظوا عليها حافظوا عليها، راه ما يعرف بقيمتها غير اللي كتبدا تعجن 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 تعجن. المهم انا غادي نشرح لكم اولا غادي نوريكم اشنو كاين وسط هاد الباسينه هذه، فها كيفاش كتجي. المهم راه هاد الماكينه كيف ما شريتها كيف ما انا كنجربها معكم مازال ما خدمتش بها نهائيا. هانتوما غناخدو اول حاجه هو هذا ديال اللي كيطلع الكريمه، رائع صراحه، غادي يساعدك بزاف تطلعي الكريمه ساهل، احسن من الباطور. غادي نجربها معكم ان شاء الله وغنقول لكم واش هاد الماكينه مزيانه ولا ما مزياناش. الا خليتو لي في التعاليق واش نعاود ندير لكم يعني فيديوهات هكا، نبقى نشارك معكم شي حاجه شريتها اول مره ندير هاد الفيديو بحال هكا. الا عجبكم خليو لي في الكومونتير، ما عجبكمش ما نبقاش نعاودهم. المهم هنايا عندي الخلاط الثاني، هذا كيتستعمل لي كيك. باش نعقل عليه من كون كنموضوع على ثقاته ديال البلاد. البابور احسن اتاك كاين في البلاد. ضروري خاصني نشارك معكم الكواليس، وكاينين بزاف. الا بغيتوهم خليهم لي في الكومونتير باش نبقى نخلي لكم الكواليس. ضروري خويا خاصو يدير الفاصل الاشهاري ديالو. ما كنديروا الاشهار للبابور لا حتى حاجه. المهم غير بعث له اتاي تما وراه لكم. وكيف ما قلت لكم هذاك ديال لي كيك اولا لي مادلين اولا شي حاجه هكا كتبغيو تصاوبوها من الحلويات، وحتى هو تيجي بالإينوكس. هذا حتى هو إينوكس ديال العجينة، وهذا صراحة هو اللي كيهمني أنا بزاف. يعني العجينة دغيا دغيا كتعجن ليك، وإينوكس وصحيح. المهم غادي نجربو معكم إن شاء الله. غادي نقول لكم مازال إن شاء الله غادي نقول لكم وهاد العجانة واش صدقات معايا ولا ما صدقاتش معايا، وغادي نعطيكم حتى الثمن في اخر الفيديو وشحال ديال الغارانتي فيها. المهم هنا كنوريكم هاد لوبول هذا، راه وريته لكم في الاول قلت لكم راه فيه 4.8 لتر، يعني تقريبا 5 لتر اللي كياخذ. وكتجي معاه حتى هاد الولاقه هذه كديروها باش ما كتبقاش يطير لكم داك الدقيق. بالنسبه للدقيق ما تفوتوش كيلو ديال الدقيق، من الاحسن هي كتكون قل من كيلو، ولكن المهم ديروا كيلو هي 4 زليفات اللي هي 10 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. بارك عليها، حيت هذه غير كتهز 4 لتر فاصلة 8 فقط. بالنسبه لي واط فيها 800 واط، يعني راها مزيانه مقارنه مع بلاش. المهم مزيانه 800 واط راها مزيانه. صافي انا نوريكم هنا كيفاش كنركبوها. اول حاجه كتطلعوا هذاك داك اللي الفوق وكتحاولوا انكم تركبوها. الطريقه كيفاش غنركبوها، شوفوا تاخذوا هاد 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 الراس ديال العجينه اولا الراس اللي بغيتو نتوما، غتحاولوا كتدخلوه وكتطلعوه للفوق، وعاد كتجيبوا الدوره. شفتوا بتجيبوا الدوره باش صافي تسد وكتشد راسها. من بعد غنحطوا لو بول اولا هاد الباسينه اولا المهم هاد الكاس هذا، غادي تحاولوا انكم حتى هو تدوروه باش يبقى شاد راسو، وكتجربوا كلشي واش شاد هو هذاك. هنايا ركبتها بالاغلاقه. نتوما الا بغيتو ديروها قبل ما تلصقوا هاد لو بول اللي كاين لتحت. صافي وغادي تعاودوا عاوتاني نفس الطريقه كيفاش تغلقوها. راه غادي تبركوا على البطونه وغادي تبركوا عليها شويه من الفوق وغادي تسد صافي، وبشويه عليكم حتى تسدوها باش هكا كتبقاو محافظين عليها. الاشهار ديال خويا راه مازال في الجنب. المهم حنا حيدناه. غتاخذوا البريز، شوفوا البريز راه حتى هو نوعيه جيده صراحه، وكيبان لي انه راه غليظ وشاد راسو. وغادي نديرو هنايا باش نجربها معكم. شوفوا معايا، شوفوا ضروري خاصكم تقولوا لي علاش ما خدماتش.
فضروري غادي تخلعكم في هاد المرحلة، ماشي ما خدماتش رغم أنو البريز كاين كلشي كاين، الضو راه ما تقطعش. شوفوا باش أنا باش خدامة راه خدامة بالضو، شوفوا إلا ما ركبتوش جميع الأجزاء اللي كاينين في أي آلة أوتوماتيك، إلا ما ركبتوش جميع الأجزاء، إلا خاص غير واحد ما غاديش تخدم ليكم. واش فهمتوا؟ إذا إلا ما ركبش غير واحد راه ما غاديش تخدم ليكم. إذا نشوفوا من بعد ما ركبت جميع الأجزاء هانتوما بدا خدامة ما شاء الله، فيها لي فيتاس، تقدروا ديروا واحد من واحد حتى ل5، وكتعجنوا العجينة ديالكم شوفوا إلا حيدت غير هذا نجربها معاكم ما غاديش تخدم. فضروري خاصني نركب هذيك الغلاقة، راه حتى هي كتعرقل لينا اولا كتخلي لنا الماكينه ما خداماش. ديروا جميع الاجزاء باش تفهموا انه راه يستحيل تخدم لك الا ما درتيش جميع الاجزاء. الا ما خدماتش شوفي راه تخصك شي بياسه ولا شي حاجه هكا. وصلنا الفقرة ديال الثمن. بالنسبة للثمن خديتها ب1200 درهم اللي هي 24,000 ريال. قولوا لي واش الثمن هو هذاك ولا غالية؟ أنا بان ليا ما عرفتش صراحةً، نشوفوا نتوما واش الثمن هو هذاك الناس اللي عندهم من قبل. وبالنسبة راه فيها عامين ديال الغارانتي، عامين ديال الغارانتي إلا خسرات ولا هذا كترجعيها ليهم. وقولوا لي واش نبقى نحط لكم فيديوهات بحال هكا، واش عجبكم هاد الميني فلوق. شكرا على المتابعة، كنت معكم شيماء من قناة وصفات مع شيماء.